بيني وبينك، واش عمرك سولتي راسك واش والديا كيبغيوني انا ولا كيبغيو الصورة اللي رسموها عليا في خيالهم؟ واش كيبغيو ديك البنت اللي ديما كتقول ولا كيبغيو الروح اللي لداخل اللي كتموت بالسكات كل نهار؟ اصعب يوتم هو اللي كتعيشو وانت وسط من داركم، هو ملي كيكون والديك جالسين حداك في الطبلة ولكن بينك وبينهم جبل ديال الثلج. هاد الحلقة قاصحة حيت غنهضروا على الحقيقة اللي يهرب منها كل شيء. علاش بعض الآباء كيجرحوا ولادهم بلا ما يرمش ليهم الجفن، وكيفاش هاد الحب اللي كيتحجبوا به كيتحول لسم كيقتلنا ببطء. وبيني وبينك خلينا نحطوا النقط على الحروف بواحد الصراحة اللي خاصها تقال. الأبوة والأمومة ماشي غير لقب أو بريستيج قدام الناس، وماشي غير غريزة لبيناها وجينا. راه نهار قررتوا تجيبوا هاد الروح لهاد الدنيا نتوما اللي اختاريتو. هاد الدري ولا هاد البنت ما اختاروش يجيو، نتوما اللي بغيتو توليو آباء. وإلا اختاريتي تجيب روح العالم عامر بالفوضى، راه أول وأكبر مسؤولية عندك هي تكون سند. قمة الأنانية هي تجيب إنسان للدنيا وتخليه كيحس باليوت وهو في وسط دارو، غير حيت انت ما قادش تسمع ليه أو ما قادش تفهمه، أو حيت انت براسك مازال ما نضجتيش كفاية باش تحمل مسؤولية مشاعر روح أخرى. اللي ما قادش يربي، اللي ما قادش يصبر، واللي ما قادش يعطي الحب بلا شروط، علاش كيولد؟ راه الولادة سهلة، ولكن الأبوة والأمومة راهي أمانة غتحسبوا عليها. راه أغلاطكم الفادحة وصمتكم القاتل وتهميشكم لأولادكم ماشي تربية، هذه راها خيانة للأمانة اللي حطيتوها بين يديكم وبإرادتكم. خاصنا نكونوا صريحين ونهضروا بلا ما نخافوا. راه كاينين بعض الآباء الله يسمح ليهم كيغلطوا أغلاط فادحة في حق أولادهم. كاين اللي كيحطم ولده بكلمة قاصحة غير باش يبرد غدايدو، وكاين اللي كيحمل ولده فشلو اللي داز عليه سنين، وكاين اللي كيشوف ولده مجرد استثمار أو بريستيج قدام الناس وما كيشوفش فيه إنسان بقلب ومشاعر. كاينين آباء كيستعملوا رضاة الوالدين كسيف باش يقطعوا لولادهم جنحيهم. كاين اللي كيعيشك في ذنب ما درتيهش، وكاين اللي كيقارنك باللي يسوى واللي ما يسواش حتى كيطفي فيك الضوء. هاد الأغلاط ما كيتنساوش بأنا بغيت ليك غير مصلحتك. هاد الأغلاط كيخليو جراحة غارقة، كيخليو إنسان كابر هو كيحس باللي هو ما كافيش أو باللي هو غلطة. راه الاعتراف باللي هادشي كاين هو أول خطوة باش انتي ولا انت تبرا، حيت ملي كتعرفي باللي هاديك القسوة ماشي حيت انتي خايبة، ولكن حيت هما اللي مرض أو عاجزين يعطيو الحب، تما كيبدا التحرر ديالك. انتي ماشي مسؤول على العقد ديالهم، انتي ماشي حاوية باش تجمعي فيها كاع الإحباطات ديالهم. ولكن علاش هادشي؟
حيت والدينا كبروا في وقت كان فيه السمع والطاعة هو عنوان الهيبة. السمع ليهم كان كيتعتبر ضعف، هما كيبغيونا بالطريقة اللي كيعرفوا، طريقة الحماية بالسلطة ماشي بالحوار. هما ما كيبغيوش يغلطونا، كيبغيو يختصروا علينا الطريق، وخا هاد الطريق مبقاتش هي طريقنا. هما براسهم ضحايا ديال تربية قاسية، وكيعيدوا إنتاج نفس الوجع بلا ما يحسوا، وهذا غلط. دابا شنو المعمول؟ التغيير كيبدا منك انتي، كيبدا من اللي تعرفي بلي هذيك القسوة ماشي حيت انتي خايبة، ولكن حيت هما عاجزين يعطيو الحب. تصالحي مع حقيقة انهم بشر كيغلطوا، ديري مسافة امان لوعيك، وما تحاوليش تقنعيهم بلي انتي صحيحة. حاولي تحسسيهم بلي انتي محتاجة ليهم كأمان ماشي كقضاة. إلا بقى الحيط واقف تعلمي تسمعي لراسك. وفي الأخير بيني وبينك، إلا ما سمعوش ليك اليوم ماشي حيت ما كيبغيوكش، ولكن حيت ما تعلموش كيفاش يسمعوا حتى لراسهم. ما تخليش صمتهم يطفي صوتك الداخلي. كوني انتي الودن اللي كنتي محتاجة ليها فاش كنتي صغيرة، وكوني انتي هي الحضن اللي افتقدتيه. وتهلاي في راسك وخلي هادشي يحبس عندك. نهار تقرري تجيبي ولاد ما تربيهمش بنفس الطريقة ولو بلا ما تحسي، لأن الإنسان خاصو يبقى كل فترة يراجع راسو واش داكشي اللي كيدير صحيح، واش فاش كان صغير كان كيبغي يدارلو نفس الحاجة. هكذا كنحاولوا نخفوا من العقد ديال الأجيال اللي كتوارث من جيل لجيل.